ما يجب أن يعرفه الشعب الجزائري والشباب بالخصوص أن الجزائر ليست في مأمن وليست في أمان مع كل دول الجوار، بما فيهم تونس. حتى تونس ورانا شوي لأن الجزائر لديها حدود مع المغرب، وهذه الحدود مع المغرب حدود مفخخة. مش معناتها حدود مفخخة؟ معناتها حدود غير معترف بها. لازم يفهم الشعب الجزائري أنه ليست لدينا اتفاقيات رسمية على ترسيم الحدود مع المغرب. حدودنا مع المغرب غير معترف بها من طرف المغرب. احنا على بالنا وشني، لكن المغرب قال لك لا ما نستعرفش، هذه الحدود مش تاعنا، راكم مادينا أراضي. وبالتالي وش معناتها ما راناش مستقرين. نعاودوا نهبطوا نروحوا موريتانيا نفس الشيء، حدود غير مرسمة، بالرغم من أنه فيه مجهود وفيه عمل اللي قام به نظن وزير الخارجية وزير الداخلية واسمه كمال بلجود. بالمناسبة كمال بلجود مسكين ثاني راهو في النازعات غرقا، قال لي البارح عيطوا في محكمة سيدي محمد وراهو في التحقيق ومن بعد نرجع ليه. كمال بلجود هذا اللي هو من أقرب المقربين للرئيس تبون، صاحبه وكذا، وعيطوا له البارح في المحكمة وراهو في النازعات غرقا. عطاوني خبر البارح في الاخر وقلت لهم خلونا بعد نهضروا عليه، هيا مش وقته. حدودنا مع موريتانيا سجلت بعض النقاط هنا اللي نتكلم عليها، معليش نزودوا بها احبابنا يا ستي. حدودنا مع موريتانيا ماهيش مرسمه لحد الان، بالرغم من انه فيه يعني نقاش ورحنا ليهم وراح ليهم بالجهود وزير الداخليه وقال لهم يا ودي عيب عليكم وخلونا نسقموا الحدود كذا وما زال. عندنا 460 كيلومتر مع موريتانيا، هذه الحدود اللي الجزائر تعترف بها، ولكن موريتانيا مازال مش مستعرفه بها. يعني ما عندناش عقد اتفاقيه على الحدود برضا، ما همش راضيين وقابلين، لا، بالنسبه لهم كاين اراضي جزائريه، بالنسبه للموريتانيين كاين اراضي جزائريه، لكن راهم ضاربين النحل لانهم خايفين ما يقدروش يروحوا. واش تعافر السبع انت خلاص. نهبطوا المالي. مالي عندنا 1360 كيلومتر، 1360 كيلومتر حدود بين الجزائر ومالي، غير مرسمة وغير معترف بها. وش معناتها؟ في حالة حرب واحد اللي ما بينكش وبينه حدود مرسمة معترف بها دوليا، معناتها في أي لحظة يقول لك هذه أرضي، يستنى وقتاش تمرض ولا تموت ولا كذا الورثة يقول لهم هذه أرضي. فهمتوا القصد؟ يعني واحد راهم خايفين منه كبير العرش، بس ياخذوا له كان يمرض ولا يموت ولا طيح به، يجوا يقول لك يروحوا للورثه قال حبس بويكم هذه الارض راهي تاعنا. تقدرش تخرج له عقد الشهره تقول له هو عندي عقد انا بلي الارض هذه راهي تاع بوي ولا تاع جدي، ما تقدرش لانه اصلا ما عندكش، ليس لديك عقد. اذا هذه حالتنا مع مالي ومع موريتانيا ومع غيرها، حدود تركها الاستعمار بدون اتفاق البلدين. روحوا للنيجر،